بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أجمل وأسرع طاجن بطاطس باللحمة هنعمله مع بعض بأجمل تتبيلة تحفة للحمة، وهنعمل كمان معاه بتنجان مملح بأسهل طريقة وأفضل نتيجة. عشان نوصل للنتيجة القمر اللي انتوا شايفينها دي. يلا بينا نشوف هنحتاج ايه. زي ما انتم شايفين هنا جهزت البطاطس، قشرتها وقشرت البصل، وهحتاج كمان طماطم. اول حاجه هعملها ان انا هقطع البصل بتاعي، وهحط شويه من السكر وشويه من الفلفل الاسود وشويه من الملح، وهفضل ادعك البصل بالطريقه دي عشان ينزل الميه بتاعته ويعني بيديني نتيجه احلى بكتير قوي من ان انا اقطع الحاجات كلها على بعض كده. وبشر طماطميه برضو او الطماطم بتاعتي هبشرها برضو وهدعكها مع البصل بالطريقه دي. بجد بجد الطريقه دي بتديكي اجمل نتيجه واجمل طعم، بجد بجد تحفه، جربوها. هنا كمان قطعت بقى البطاطس والجزر، وكان عندي بسله في الفريزر برضو حطيت منها شويه، وفلفل. اي خضار بقى انتي حابه ان انتي تحطيه ضيفيه. تمام كده، انا كده جهزت الطاجن بتاع البطاطس، او هتعمليه في صينيه، هتعمليه في بايركس زي ما تحبي. كده تمام. انا ظبطتها وحطيت كمان معلقه من الثوم المفروم ومعلقه من السمنه البلدي. الاضافتين دول بجد بجد هتاكلي اجمل صينيه بطاطس او اجمل طاجن بطاطس ممكن تعمليه. تمام كده. انت ممكن تعمليه كده من غير اي حاجه، وممكن تعمليه بالفراخ او باللحمه. انا كان عندي شرايح من اللحمه، فهتبلها وهعملها بطريقه برضو هتديكي نتيجه تحفه جدا، ومش هتاخد معاكي سوا خالص. انا في الجريل بتاعي سخن. جبت اللحمه بتاعتي واديتها الصدمه بتاعتها عشان ما تنزلش ميه كتير، وتبلت الجنبين بالفلفل الاسود والملح، مش اكتر من كده. وهقلبها على الجنب التاني لحد ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. يعني هسويها ممكن ربع سوا مثلا ولا حاجه، لان هي هتكمل السوا بتاعها في البطاطس. ولما اخدت اللون ده او الدرجه الحلوه اللي انتوا شايفينها دي للحمه بتاعتي، ضفتها على البطاطس بتاعتي، او صينيه البطاطس اللي انا مجهزاها، وضفت لها كوبايه من الميه السخنه. وطبعا حطيت ورق لورا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. واحطها في الفرن. مش هتاخد معايا وقت. عايزه بقى تلفيها بورق فويل طبعا عشان خاطر تضمني سوى اللحمه، يبقى تمام. اللي عايزه تسويها من فوق على البوتاجاز وبعدين تحطيها في الشوايه برضو تمام. هعمل معاها بقى يعني اجمل حاجه ممكن تتعمل، هي البتنجان المخلل. مش كل برضو البنات بيعرفوا يعملوه، وانا بطريقتي فيه طريقه هي مش صعبة، بس يعني بتدي طعم مميز جدا. انا بسيب المية تغلي الاول، وبعدين بنزل بالبتنجان بتاعي بعد ما طبعا نضفته وغسلته. مش بحطه على النار يغلي مع المية، لا، المية بتغلي الاول وبعدين بنزل البتنجان بتاعي ياخد الغلوة بتاعته لحد ما اتأكد ان هو استوى زي ما انتم شايفين كده. بختبره طبعا بشوكة او بسكينة او اي حاجة. لما اتأكد ان هو استوى تماما، بشيله من المية بتاعته وبسيبه يبرد شوية. المية اللي انا غليت فيها بقى البتنجان انا مش برميها، لان انا بعملها كأنها بتحفظه كده، لان انا لو عملت كمية بتحفظه لي في التلاجة. بتبله بفلفل بقى الوان، بملح وليمون. مش بضيف اي حاجة تانية خالص. وجربيه بالطريقة دي بجد هيبقى تحفة جدا. اي فلفل موجود عندك بقى، فلفل الوان، فلفل احمر، زي ما تحبي. الفلفل حامي بارد زي ما تحبي. وملح وبس. هضربهم في الكبة وهفتح البتنجان زي ما انتم شايفين بالطريقة دي، مفيش اسهل من كده. وهحشيه بالتتبيلة التحفة بتاعتي، توم وفلفل الوان وملح، مفيش اكتر من كده. تمام كده يا بنات. نسيت اقول التوم تقريبا في التتبيله، بس هو التوم ده اساسي طبعا في تمليح الباذنجان. توم وفلفل الوان وملح، هما الثلاث اضافات دول بس اللي انا بعمل بيهم الباذنجان المملح. طبعا لو الفلفل يكون حامي شويه يعني بيدي برضو طعم اجمل. هفتحه بالطريقه دي زي ما انتم شايفين،
هحشيه بالحشوة بتاعتي بالطريقة دي. تمام، هخلص الكمية بتاعتي كلها. الباذنجان ده بيبقى تحفة مع اي اكلة بقى، وخصوصا مع البطاطس اللي احنا عاملينها النهاردة. انا خلصت الكمية بتاعتي، هحطها في علبة زي ما انتم شايفين، وهعصر عليها كمية حلوة من الليمون، كمية محترمة. آم، الليمون بيدي برضو طعم حلو قوي للبتنجان المملح. وهحط بقى، هضيف بقى المية بتاعتي اللي انا كنت غالية فيها البتنجان، بس هسيبها لما تبرد، يعني مش بحطها وهي سخنة. تمام. وهضيف شوية من الخل. وبس كده، هو البتنجان بتاعي بأبسط طريقة. هقفله، هشيله في التلاجة، بطلع منه المية دي بتحفظه يعني ممكن اسبوع او 10 ايام هو في التلاجة طبعا. وبطلع منه على قد الاستعمال، وبعدين بدخله تاني التلاجة. اعملي بقى مع الاكلة دي رز بقى، بشعرية، رز ابيض زي ما تحبي. اللحمة والبطاطس والخضار استوى مع بعض، بجد تحفة جدا. مفيش اسهل من كده اكله يعني، مش هتوقفك المطبخ كتير، وجربيها وان شاء الله تعمليها احسن. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.